القلوب بتهون وتهون علينا يا رب. يا مبدلنا في نهار أجرة مية في بحار هون علينا علينا يا رب. الأميرة، في أخبار سارة؟ لا يا مولاي. نفذت الأوامر؟ طبعا. والراجل الأعمى؟ وجدناه. حسنا لله، حسنا يا محسنين، لوجه الله الكريم، أعمى وغلبان، طالب إحسان. يا راجل، إزاي الكلب يهوهو؟ هو ده جزاء الإحسان؟ لازم فلوسك دي براني. انت بتخدعنا وعامل اعمى. الاعمى ما يعرفش الصحيح من البراني. انا ما اعرفش الليل من النهار، اسال الكلب. ازاي الكلب يعرف الصحيح من البراني؟ جرب بنفسك. الله، ده باين صحيح. القرش ده براني، ازاي الكلب عرفه وانا لا؟ طب اتفضل وريني شطارتك، وريني البراني بدول. ها، ده مش كلب، ده حته صراف لكن مقرم قوي. اللي وهبكم ربنا نعمة النظر عشان تتمتعوا بالحياة والنور. احسنوا على المسكين الغلبان في دنياكم، يحفظها لكم ربنا في الدنيا والآخرة. حسنة لله، حسنة يا زيادي، حسنة يا محسنين، لوجه الله الكريم. عايزاك تدعيني. اسمي حليمة. وانا اعرفك؟ وهو الواحد يعرف كل اللي يعرفه؟ انا ما اعرفش حد، لكن انا اعرفك وعايز اعمل لك كل خير. تعالى معايا تلاقي الاكل والشرب وكل حاجة نفسك فيها. وليه ده كله؟ رضا الفقير نعمة. لكن ده كتير. هات ايدك. ما فيش لزوم الكلب معايا، ده هو عينيا اللي بشوف فيهم، دايما دليلي. حالة غريبة قوي يا مولاي، ومش قادر أبدا أعرف لها دواء أو علاج، إلا إذا جاها الراجل الأعمى يمكن تفوق. هخليه يجي وبعدين أطرده. دي بتحب الراجل الأعمى. ده بتسمي لعب العيال الصغيرين في الجناين حب؟ حب
لسه ما تعرفوش، وانا اللي هعلمها الحب. تعرف انك لطيف لكن ده اعمى. الحمد لله. على العمى؟ ايوه على العمى. اسمك ايه؟ احمد. احمد ملك الشحاتين. سيبك من الشحات وخليك هنا. يا سلام على قلوبكم، باين عليها الطيبة. لكن أنا ما أقعد هنا ولا يهدى لي بال قبل ما ألاقي اللي في بالي. يا ما في ناس مفتحين في الدنيا دي وقلوبهم عمية. خليك هنا، في حكماء يقدروا يرجعوا لك نظرك. ده يبقى أسود يوم في حياتي. ايه الألغاز دي؟ هفسرها لك، اسمعي. كان في أمير ابن أمير أجداده كلهم أمراء، كان حاكم بأمره، كان بيتمتع بالثروة والقوة والنفوذ. والكلب ده ما كانش كلب، كان صبي عايش في بغداد وكان عزيز عند الأمير، وفي الأيام دي كان عبارة عن حرام صغير. مالك انت وهو؟ بتشم السمك كده ليه؟ يلا يلا من هنا. ولا انت هلوك العسكري؟ ها؟ امسكوا الحرامي! حفيد هارون الرشيد، صاحب النفوذ والسلطان، حاكم الأرض كل الرجال، حامي حمى الضعيف وكل فقير، الأمير أحمد. أحمد الأمير؟ يا خسارة كنت الأمير في الزمن ده. عندي حريم ملوش عدد، لكن القلب عمره ما حس بالحب. عندي القصور وكنت زي التائه، كنت في الظاهر أغلى وزير جعفر اللي كان يمنع بيني وبين الشعب. إعدام تاني؟ إيه سبب الإعدام؟ أحد المفكرين يا مولاي. دي جريمة يعاقب عليها؟ جريمة لا تغتفر يا مولاي. لازم الحكم يكون بالإرهاب؟ احذر يا مولاي، فالناس في قلوبهم الحقد والكذب والخيانة. في يوم من الأيام يا مولاي تعرف إن 3 حاجات هي اللي تخلي الناس تحترمك وتطيعك: القسوة والكرباج والسيف القاطع. بالعنف والإرهاب يا مولاي تغزو العالم. ولازم أغزو العالم؟ وإيه المانع يا مولاي؟ عاوزهم يتمتعوا بالسعادة. سعادة؟ دول ما يستاهلوش حاجة. لو عرفت يا مولاي اللي بعرفه عنهم كنت عملت اللي بعمله.
في ليلة من الليالي سيب قصرك وروح المدينة وامشي في شوارعها، اندس بين الأهالي، شوفهم، تأمل وتذكر. الليلة يا جعفر. الليلة يا مولاي. شعبك يا مولاي عمري ما اختلطت بيه. اختلط بيه اكتر واسمع كويس. كان في قديم الزمان امير من الامراء، دانت له البلاد وخضعت له الجيوش، وكان عنده المال والسلاح. كان يتمتع بالنعيم وشعبه المسكين يعيش في الجحيم. كان ظالم جبار عنيد لا يرعى حرمة. قصده مين؟ ها؟ معرفش. قصده اسكت وما تلتش، الحيطان هنا لها ودان. اصل انا مش من هنا، وانا مش فاهم ابدا الراجل ده بيقول ايه. هو كلام فاضي، بيقول فكرة منقذ. ما يصدقهاش غير المغفلين. صحيح عاوزين منقذ، لكن مش في عهد احمد ابدا. كل شيء ممكن ما دام الله في عون العبد، وما دام العبد في عون اخيه. كان جميعا قالت ان الغني لازم يحسن على الفقير، وان السليم لازم يداوي المريض، وان العالم لازم ينير سبيل الجاهل. وبالرغم من ده كله لقينا الاوضاع مقلوبه، انعدمت من قلوب الناس كل عواطف الانسانيه والاخاء، وانتشرت في دنيانا عوامل الهدم والخراب، الخيانه في كل مكان والاساءه في كل بيت. فاتقوا الله واذكروا قول القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله ولي الصابرين. اسمه ايه الظالم؟ احمد. يا ريت النهارده تقع المعجزة، يا ريته يموت النهارده. في السجن ارموه، لو قال انه الامير قولوا ده من المجانين. كل انصاره وكل اتباعه اقبضوا عليهم. اصاب لي الفخر ورمالنا ولا حنان. رحت السجن، وفي السجن بدأت حياتي من جديد. هناك قابلت عبده ضد بغداد الصغير، وياما في السجن من مظاليم. لا 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 لا، عمل معروف يا عم، وحياتك بلاش السجن. عارف رقبتك ايه؟ حط ايدك اليمين الشمال من رجلك اليمين الشمال، ثم اطي الرقبه. لا لا لا، في عرضك انا ابوس ايدك ابوس رجلك وعياد ولادك تمني النبضي. عمري ما اترك بعد كده ابدا. بكره الصبح تموت مع المجنون اللي فاهم انه الامير جعفر في الموت. بكره بالفجر. سلام عليكم يا ناس، والله ده حرام. دول جننوك يا غلبان. مين مجنون؟ ده انت اللي مجنون. مجنون صحيح؟ صحيح مجنون. انا مجنون تمام. وايه يعني؟ الصبح بدري هنموت احنا الاتنين، انا وانت، الحرامي والمجنون. لكن ده ظلم. ربك كريم، بكره الصبح من عالم في نبقى احرار. ما سمعتش السجان؟ بكره الصبح هناخد فلوكه ونروح البحر. انا عمري ما ركبت مركب، لكن سمعت البحارين على الشط بيقولوا ان البحر فيه سمك كبير كبير قوي قوي، وسمك صغير زي عقلة الصباع، وفي مراكب ضخمة قوي كبيرة قد بغداد وأكبر، ولها قلوع عالية زي السحاب. لما يقوم الريح تطير في الهواء وتشيلك لحد ما توديك بلاد الهند وبلاد الصين. هند ايه وصين ايه؟ ده احنا محبوسين، وبكره الصبح رايحين نموت. بعد كده يبقى في امل. بص
ايه ده؟ مفاتيح السجن انا سرقتهم. مفاتيح؟ استنى مالك كده مسروع عليه؟ حلمك بالله. ليه لا؟ حلمك بالله. فالحرس دلوقتي هياكل وبعد الاكل هيناموا وبعدين نهرب. بسرعة خد ده. اديني الحبل ده بسرعة، لازم نمشي. ولا عاوزهم يمسكونا؟ انت فاهم انه في حد هيرحمنا؟ تفتكر الامير لو عرف يمكن يرحمنا؟ الامير كان مكروه، يا ريت يحس بالعذاب والالم اللي احنا فيه. بتكرهه للدرجة دي؟ كل واحد يكرهه. اهله وقع مرة واحدة تحت ايديا، مرة واحدة كنت اقول له قد ايه هو بطال. قول لي دلوقتي، انا احمد الامير، انت اتكلم. الامير احمد مات امبارح، ودلوقتي في الامير جعفر. عفوك يا مولاي، وحياتك خلي لي دراع واحد اسرع بيه، وانا والله ادفع لك رايب مرتين. اسمك ايه؟ انا عبد الحرامي، ابن عبد الحرامي، ابن عبد الحرامي. انا واخواتي حراميه لان الجوع بيموتنا بالنهار والليل. قوم يا صاحبي، احسن استنى في بغداد. انت بتخرب تقول ايه؟ اصل يا صاحب السمو احنا اموات، امير ميت وحرامي ميت، يعملوا ايه؟ لو اني خفت صابعك زي سرعة تفكيرك كنت بقيت امير الحرامية. يلا خلينا نتمتع بهوى الفجر والحرية. انت تعرف قيمة الحرية؟ وانا عندي غيرها، اعرف قيمته. طيب ودلوقتي هنعمل ايه؟ اللي احنا عاوزين في 3 ايام نكون في البصرة. خد الموضوع ده زق. الدنيا يا ما شفنا فيها ناس كتير، الدنيا يا ما شفنا فيها ناس كتير، مش سلطان للأمير فيها الغني والفقير، وانا اللي عايش فيها واحد من غير احباب، وبقيت مستني يوم نريحنا وتهنينا. عبده البصرة. البصرة، يا سلام عليك. يا سلام على ريحة الأكل. اديني واحدة. محل انت مستاهل، ازاي ناكل الفطير من غير عسل؟ ومنين هنجيب عسل؟ اللي بعت لنا الفطير يبعت لنا العسل. العسل النحل الشهد العسل، العسل النحل العسل. عاوزين؟ ايوه احنا عاوزين نشتري زرعة و2. زرعة. لو كان كويس. ده ما في زيه في البصر. ده كويس لكن احنا لازم ندوق. ندوق احسن ولا ايه رايك؟ فعلا مش ولا بد. فعلا النحل بتاعك دمه تقيل، يبقى ربيه في العز. يا بطني مرة انا حواليك عربية.
حقك يا عم، قصر مين ده؟ ده قصر السلطان. ازاي ما تعرفش القصر اللي فيه 1000 لعبة؟ لعبة؟ انتوا باين عليكم مش من البلد دي. مش عارفين ان السلطان عنده اكبر مجموعة من اللعب؟ وليه اللعب؟ السلطان راجل عجوز والعجايز زي العيال، ده بيهتم باللعب بتاعته اكتر من اهتمامه ببنته. لكن انتم مالكم يا اونطجية انت وهو، بتلتوا وتعجنوا كده ليه؟ يلا من قدامي انجروا. موكب الأميرة. وليه كل الناس بتجري؟ المعجزات اللي يشوفها. الموت أبوها ما يعلن جوازها. وحشة الدرجات دي؟ جميلة أوي زي القمر. اوعى خلينا نتخبى. يلا بينا. فين؟ هناك. كفايه اكل، انت هتودينا في داهيه. لولا الاكل موت. عرضوا الموكب. الدبات البحري رضا محلين على المركب. دي فرصة كبيرة عشان المركب هتمشي النهارده في المساء. لازم اشوفها تاني. لكن يا احمد حياتنا كلها في خطر، وانا حلمت احلام مش كويسة كتير. ما اقدرش ابدا، لازم اشوفها تاني. واذا خلتك يا عم تشوفها تيجي معايا؟ اوي.
فالنهار ما اتخلقش الموسيقى والأغاني، وفي الليل يحلى الشعر والخد على المية. انت خايفة؟ قوي خايفة قوي. طب وليه قاعدة؟ اهربي. نفسي اشوف. انا عمري ما شفت الجن من قبله. طيب بصي وخدي بالك، لازم تقولي الحق، اوعي تكدبي. انت طيب؟ انت باين عليك طيب. مش قوي، لان الطيب قوي يتعب في حياته بين الناس. وانت عايش هناك؟ لا. وجيت ليه؟ عشان اشوفك. كنت ناوي استحمى. وانا كمان. استحمى هنا معاك؟ طيب مديني ايدك هنا في المية. انت رحت فين يا جن؟ ليه بس رحت كده اوام؟ يا ترى هشوفك تاني مرة. ما تخافيش، انا مش جن. ومين انت؟ عبدك. انت جيت منين؟ جيت من اخر الدنيا عشان اشوفك. من امتى وانت بتدور عليا؟ من قديم الزمان. ودلوقتي بعد ما اتقابلنا هتفضل معايا لامتى؟ لنهاية العمر. وجود جمال الوازي جمالك. وانا كل سعادتي وهنايا في الحياة يوم رضاك. نقدر بكرة نتقابل في الجنينة زي النهاردة؟ لكن هنا حارس الجنينة في الليل والنهار اسمه الموت. بلاش تيجي احسن. ده امر يعني. مالي حيلة ولا امر. بكرة. شفتها يا سيدي؟ ايوه. عال يعني نقدر نسافر. لا يا عبدو مش ممكن. ليه لا؟ عاوز تشوفها تاني؟ انا مش هسافر، لازم اشوفها تاني. يعني اسافر وحدي. لكن انت لو رحت تاني ازاي هتفلت من الحرس من غيري؟ هلاقي حل. بعدين يمسكوك. انت هتفضل معايا؟ ليه هتفضل يا عبدو؟ نفسك من زمان تسافر في البحر. ليه بس هتفضل؟ لاني عبيط زي حضرتك تمام. في اليوم التالي حضر جعفر المغتصب لزيارة السلطان في البصرة. اهلا
وسهلا، اهلا بيك يا منبع الكرم. تعرف ان انا عندي اكبر مجموعة من اللعب الميكانيكية في العالم كله، وهي دي تبقى اهم واحدة فيهم. دي تورد وقت. شوف بتتهز ازاي، حاجة عجيبة مش كده؟ اوعى تخلي الاختراع ده يوصل لعامة الناس، لان ده خطر. خطر؟ طبعا، لانهم اذا عرفوا قيمة الوقت يتنبهوا وياخدوا بالهم ويطالبوك بحاجات كتير. عندك حق. شوف دي صناعة. يا سلام يا سلام سلم. واللعب تسمع الكلام، علشان كده انا احب اللعب اكثر من الناس. شوف تعالى بص. لا لا، دي احسن لعبة عندي. تعالى بص. ما فيش غير كوني املى الزنبلك او ادوس على الزر فيعملوا دايما نفس الحركات دي بالمظبوط تمام زي ما انا عايز. واللي خالف منهم الاوامر اقطع راسه على طول من غير كلام. شوف الحقيقه انها مجموعه نادره، لكن يا خلاص المجموعه دي ناقصه. المجموعه دي كامله قوي وفوق الكمال كمان. ناقصه؟ ارجوك افهمني كويس، المجموعه دي هايله خالص، لكن ناقصه لعبه واحده وتبقى معجزه تمام. لكن اللعبه دي عندي انا. هو في لعبه في الدنيا مش موجوده عندي انا؟ انا عارف اهتمامك بالحاجات دي وعشان كده جبتها لك، واللعبه دي معاك هنا. هاتها اوام مش قادر استنى. اسمح مولاي ويملى الزنبلك. لكن ايه ده هيحصل؟ يا ترى هتحرك رجلها ولا ترفع راسها ولا تهز ديلها؟ وهتكون بترقص. انا دايما هكون عصبي كده لغايه تاخد عليه وتاخد عليا واحنا الاثنين ناخد على بعض. اهو 1 2 3 زنبلك عاد. دلوقتي تقدر تركب. وبعدين شد اللجام. عجيبة، أنا خلاص بقيت طير، أنا ملك الطيور. لا لا، أنا عاوز دي، عاوزها، أخدها وأدي لك اللي أنت عاوزه. ليكن، بس أنا عاوز منك حاجة واحدة بدلها. اللي أنت عاوزه. الأميرة بنتي؟ لا 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 يا عزيزي، ده مستحيل. وعايز الأميرة ليه؟ عاوز بيت وأسرة. عال عال عال،
فهمت دلوقتي. انا كمان اتجوزت وكونت بيت واسره. الجواز جميل قوي، يا ما اتجوزت كسبت ايه؟ بنت طلعت زي امها تمام، اخلاق فظيعه، مناخيرها بقى، عينيها داخلين في بعض، عيون الاميره من سحر بابل، حواجب الاميره زي الهلال في شهر رمضان، قوام الاميره غصن الباب. ازاي عرفت؟ انا شفت. ده مستحيل. حصل فين؟ المندل ده كذاب قوي، كذاب، كذب المنجمون ولو صدقوا. قال انت ساحر في بعض الاحيان. كيف وقت؟ على العموم انا لازم اخذ الحصان ده وخد الاميره لو كنت مصمم. مش ممكن اقبل الجواز ده، انا ما اقدرش. هروح عند اختي مرات سلطان سمرقند، هي اللي هتحميني. وانت روحي الجنينه، هتقابلي اللي قابلناه هناك امبارح وافتكرناه جن. احكي له الحكايه وخليه يجيني عند اختي في سمرقند. حاضر يا امير. الأميرة غير موجودة، هربت. بحثنا عنها في كل مكان، لقينا 2 شحاتين. هاتوهم هنا. تعالوا هنا. جعفر جعفر جعفر. تافل تافل. واخيرا تقابلنا انا وانت بعد الخيانه والغدر. هاتوا لي السيف والله خير الحاكمين. مولاي السلطان انا بقول الحق، والحق باين في عينيا. احمد عينيا، انا عميد. اسمح لي يا مولاي، انا عارفه الحقيقه ولازم تعرف مين ده ومين ده. اسمعوني يا ناس. اخرس يا ملعون. انا هخليك بقوة السحر تبقى كلب بتعوي زي اي كلب. دي لعنتي عليكم. هتمضي حياتك كلب، وانت هتفضل كده اسير في عالم الظلام لحد ما اضم الاميرة بين ايديا. ودلوقتي يا اهل الجود والكرم عرفتم بعد الكلام ده حكايه الاعمى والكلب واللي شافوه من وين. ولولا الامل كان الموت يبقى اولادنا، لكن ربنا كريم. بلاش يأس، ربنا رحيم. الأميرة معانا في القصر. اوعي تكوني بتضحكي عليا. أنا مش بضحك، الأميرة خطفوها بعض التجار وباعوها بسوق العبيد واشتراها أغنى التجار في البلد. اول ما جت القصر داخلت وهي دايخه لحد دلوقتي. عايشة لكن زي الأموات، ولا طبيب عارف يداويها. طول الوقت بتحلم بالجن المسحور. انا كنت الجن، تبقى أنت اللي تقدر تداويها. خديني له. جني، يا ترى هقدر اشوفك مرة؟ خديني له.
جيت لي؟ جيت اشوفك من امتى وانت بتدور عليا؟ من قديم الزمان. دلوقتي اتقابلنا، هتفضل معايا لامتى؟ لنهاية العمر. الحلم دايما الحلم الجميل. لا ابدا، ده علم مش حلم. احمد، خلصونا من مهزلاتي. الألم بيلمع في عينيك، باين عليك طول العذاب. جمالك في عينيا دايما زي اول مرة اشوفك، ربنا يزيده. لكن عينيك باين عليها الضنا وفي صوتك ألم. اللي يمر في الجحيم لازم يتحرق بالنار. أحمد، تعالى دلوقتي لحسن مولاي رجع. هخبيك دلوقتي، ولما ينام بعد الغدا بقى أخليها تجيلك. انت من دلوقتي مش كلبي بس، انت كلب الاميرة كمان. خليك هنا واحرس هاي. أعمى، هو أعمى. انت تقدر ترجعي له بصره. في البلد طبيب مشهور، لو كلمتيه يقدر يشفيه. خديني. هو الدكتور هنا في المركب؟ ايوه منتظر فوق. قربوا مني اكتر. ايه رأيك في الحياة دي يا كلب؟ مش غريب عن انك تعوي، لكن فات الوقت. ارميه في البحر. ولما باع في سوق العبيد، مين اللي اشتراكي؟ دايما جعفر. وكان في بيتي انا، عشتي وخليت الجواري تراعيكي في نبت الحلم لحد ما فوتي. انا اللي فوقتك، انا الدكتور. وفي نفس اللحظة اللي ضمك بين ايديا احمد يشوف. خدني من ايديك
عبده هي فين؟ مع جعفر في المركب. ويا رب يبدي البصر من غيرها. الحياة ملهاش قيمة من غيرها. عندي من قوة السحر ما يرغمك على طاعتي، لكن أنا عاوزك أنت بقلبك، أنا عاوز حبك. انسي أحمد، هو مش أعمى دلوقتي، والراجل اللي زيه يلاقي ستات كتير، لكن أنا الملعون مش لاقي غيرك في الدنيا. عاوزة تخلصي من الحياة وانتي في سهرة العمر؟ أحمد نسي كل حاجة. الله، أحمد أهو. ريح في وعصفي يا ريح، ريح. وانت يا امواج تمكي واعوي.
وعند الحظ والعكس المقادير بتعملي زي العبيد. فعلا من العبيد. تقدري تأمريني. جربي، اطلبي اللي عاوزاه. ممكن ارجع تاني للبصرة؟ يا ريس مولاي، على البصرة أوام، على البصرة. ايه الكآبة دي والخراب؟ هنا احسن جنينة في العالم. كل فروع الشجر خالية من الأوراق ومن الزهور، حتى المية متغطية بالحشائش، ما تقدريش تشوفي خيالك فيها. مش عاوزة اشوف خيالي انا مش عاوزة اروح بغداد مع جعفر. لكن يا بنتي اوعى تخليه ياخدني ارجوك. بس ما دمتي ما انتش عاوزة تروحي بغداد ما تروحيش. ابدا 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 ابدا، ما دمت انا حي. مش ممكن تروحي ما دمت انا حي. لعبة جديدة يا مولاي، الراقصة الفضية. تعمل حاجة غير الرقص، تقدر تحضنك كمان. أي واحدة من الحريم تحضني. حضن العروسة دي عمر ما واحدة في الحريم كله حضرتهولك ولا هتحضنهولك. يعني أقدر أستغنى عن الحريم كله وأجمع عرايس من دي؟ بتزغزغني. استعدوا على بغداد.
بعد 2000 سنة، من 2000 سنة الملك سليمان ملك كل الجن حطني جوه الأم ده عشاني دي أول مرة أحس فيها بالحرية. أما أنت فدي آخر لحظة في عمرك. عمرك في الوقت اللي أحط فيه رجلي أفعصك يا حشرة دنيئة كده زي الدود. لكن يا شيخ العفاريت انا اللي طلعتك من البحر، اللي فتحت لك واللي خليتك حر، بعد ده كله تبقى ناكر للجميل. ناكر جميل؟ العبيد طبعا كده اما ترجع للحرية. اسمع، وانا جوه الام في اول 1000 سنة حلفت اني هسعد اللي يطلعني واخليه اسعد مخلوق، لكن في تاني 1000 سنة اتغيرت روحي الملعونة الى حب الانتقام من كل حي. حلفت اني اموت اللي يطلعني من حب في الشر والانتقام. انت مستعد؟ استنى من فضلك قبل ما اموت ممكن اطلب منك حاجة؟ اطلب. وده معقول عاملاه زي الجبل يبقى جوه الامم ده؟ دي فزورة قد الفيل ويتلف في منديل. طبعا معقول. مش معقول. معقول. كذاب. انت بتكذبني؟ وايه يعني ما دمت ميت هخاف من ايه؟ بقول لك ده مستحيل. مستحيل؟ ومش معقول. خد بالك مش ممكن اصدق. ابدا. ما اقدرش اصدق ابدا الا اذا شفت بعينيا. ده باين عليك مقاوح، وقبل ما تموت هخليك تشوف بعينيك. لازم تصدق وتآمن. دلوقتي يا عملاء ضحكت عليك وقفشتك. خليني اخرج. وانت عشان اكبر مني عاوز تتحكم فيا؟ خليني اخرج. يا منفوخ يا اللي كنت عامل يا ابو علي، ايه رايك دلوقتي؟ انا هرميك تاني في البحر، والمره دي على طول. لا اعمل معروف، انا عبدك. بتقول ايه؟ عبدك يا مولاي. قول لي ده تاني. انا عبدك وانت مولاي، خرجني وليك عندي 3 طلبات. 3 طلبات؟ كل طلب يتحقق على طول. تحلف لي؟ احلف لك. وحياة الملك سليمان ملك الجن؟ حياة الملك سليمان ملك كل الجن، يمين مش ممكن ارجع فيه ابدا. زيطة بعد كده مفيش. لا ايه؟ لا يا مولاي. واوعى تضحك الضحك بتاعك ده ازعجني. مولاي يا عبدك وملك ايدي. تعال دلوقتي، لازم الواحد يهينك عشان تتعلم. انا جعان، نفسي في واحد من بار مقلي في السما. المنبار يا مولاي. صاحبي احمد، عشان تعرف هو فين لازم تبص في الأكل. ممكن اوديك لحد هناك لكن مش ممكن اسرق يا مولاي. سرقة؟ انا اسرقها هوا. انت باين عليك هجاص يا اخي. انا اللي سرقت مفتاح من القفل، خاتم من الصباع، والفلوس من المحفظة، وقوة الجن. ده بعدك يا هجاص، لكن اللي يقدر يسرق العين المصدق مش لازم يكون حرامي ولا هجاص، ده يكون بطل. وانا بطل من زمان. يلا بينا. امسك شعري جامد. بس خد بالك، ده مش الطلب التاني، انا بساعدك انت. طبعا مولاي. جني انا خايف. واعمل لي بطل.
لكن احنا فين؟ فوق سطوح كل الدنيا. والدنيا لها سطوح؟ مال سطوح فوق 7 أعمدة، والأعمدة فوق كتف مارد قوته محدش يتصورها، والمارد فوق النسر، والنسر فوق كورة، والكورة فوق سمكة، والسمكة بتعوم في بحر الأبدية. وعلى فين دلوقتي؟ رايحين فوق قمة أعلى جبل في العالم، وهناك تلاقي العجائب، والجبل معبد الفجر، معبد الفجر إلهة النور، وجبين الإلهة تلاقي العين المسحورة. زي بعضه. الدنيا يا ما شفنا، الدنيا يا ما شفنا، يا ما شفنا. الدنيا يا ما شفنا فيها ناس كتير، في الدنيا يا
دي العين المسحورة؟ دي العين العجيبة، العين المطلوبة، دي العين اللي تخليك تعرف كل حاجة في الدنيا دي. دلوقتي عاوز اعرف فين احمد. بص بص قوي. ده مظبوط، هو احمد. والطلب الثاني وديني له. سمعا وطاعة يا مولاي الصغير. تعلق في شعري كويس، هنطير فوق العالم مرة كمان. على مهلك وانت مصالح فيها على الفاضي. عبده ربنا قادر، ده جن حقيقي. جن بتاعي وانا سيده. انا سيدك مش كده؟ عبدك ليك يا مولاي. سمعت؟ هو جابني وهياخدنا من هنا. ماله وماله، هو ما شاء الله ضخم قوي ولازم الواحد يزعق له عشان ما يخليه يسمع. انت اللي هناك تضحك دلوقتي ليه؟ باقي الطريق فاضل لك طلب. انت لازم تاخدنا من هنا. ده الطلب الثالث؟ لا 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 لا، استنى عليا. ويخوف لكن على الفاضي، لازم ناخد بالنا. فاضل لنا طلب واحد. انا نفسي في طلب واحد. عارفه كويس قوي. عاوز الأميرة. لو قدرت اشوفها تاني. ده طلبك؟ انا مش ممكن اخيب لك طلب. خد. ايه ده؟ بص فيها قوي قوي. دلوقتي لازم هتشوفها. مظبوط. زهور زرقاء؟ سمعت عنها زمان. دي زهرة العدم والنسيان. لو شمت ريحتها مرة نسيت كل شيء. زهور زرقاء؟ مدهشة. مين انت؟ مش عارفة، مش فاكرة. تغيبي روحك ليه؟ بعذب روحي؟ أنا مش فاكرة. فاكرة إني بحب.
كنت بتحبي مين؟ مش عارفة، مش فاكرة حاجة. عاجز. ليه خليتني ابص فيها؟ اتفضل خدها اكسرها حته حته. وانا اللي سرقتها لك انت. سرقتها لانك مغرم بالسرقه. هي اللي خلتك لحد دلوقتي. يا ريتني كنت مت، يا ريتني ما شفتك، يا ريتني كنت في بغداد، يا ريتك كنت هناك. احمد 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 احمد، انت فين؟ زي ما تمنيت على بغداد. طب خدني معاك، انت مش سامع؟ خدني معاك. خليك زي ما انت بني ادم لكن عامل ذكي ونبيل. خليك في دنيا الاوهام. ساعة البطون تتوه العقول، وفي ساعة التفكير تتوه العواطف، وفي ساعة العواطف ساعة العواطف يضيع كل شيء. انا مش سيدك؟ كان زمان الثلاث طلبات دلوقتي خلاص، وانا طليق. جني تعال هنا. ما تسيبنيش اموت يا جني. خلاص يا حبيبي، ده كان زمان وجبر. دلوقتي انا طريق. لازم تنسي كل شيء في الماضي. انت كنت بتحبيني ودلوقتي بتحبيني وتفضلي دايما تحبيني. خلاص نسيت كل شيء في الماضي. أنا كنت دايما بحبك، ودلوقتي أنا بحبك، وهفضل على طول أحبك. حطوهم في السجن ثم بالسلاسل أيدوه، وبكرة الصبح حتة حتة قطعوه. ضاع الامل يا حبيبتي، سامحيني. وايه اللي يهم؟ ما دمنا مع بعض، وهنفضل مع بعض طول العمر. بعد كده مش ممكن نتحمل ألم الفراق. خلينا نعيش سوا ونموت سوا يا حبيبتي. حصل خلاف بيني وبين عبده، يا ريت اقابله عشان اعتذر له. عبده يا صاحبي، أرجوك تسامحني. لا، مش ممكن أسيبك، لازم أساعدك. بس إزاي؟ إيه
يا رب فايدة العين دي. أهلا بالأمير. اسمح لي حضرتك، ده لازم فيه غلط. أنا مش أمير، أنا حرامي وبس. احنا منتظرين الفرج على ايديك. لا لا يا سيدنا الشيخ، الحكاية فيها سوء تفاهم كبير، سوء تفاهم كبير قوي والله. تقدر تقول لي انت مين؟ وانا فين دلوقتي؟ في عالم السلام، وانت يا ابن رمز الامل اللي هينصر الحق وكل مظلوم بعد ما غمرت الدنيا موجة من الشر والخطايا من عمل الشيطان وضعف العباد المساكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وازاي المساعدة تكون؟ هجرنا دنيا الغرور وعشنا بعيد عن الناس نعبد الله خالق الأرض والسماوات، وندعوه تعالى التوفيق لعباده وأن يغفر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، إنه بعباده لطيف خبير. تعال معاي أدي لك سلاح الضعيف المظلوم على الأول. قدامك اهو. وجه السهم القلب الظالم، عمرك ما تندم. لكن يا سيدنا الشيخ انا مش عاوز اكون امير، انا عاوز بس انجد صاحبي. عاجبني. خد ودلوقتي انت الامير وكلنا من رعاياك، الكل هنا بين ايديك وملكك ما عدا البساط ده، لان البساط ده مسحور يطربك وقت ما تأمره يوديك مطرح ما انت عايز، وعشان كده لازم. وفي هذا العصر تمات الظالم فطغى وتجبر، قسى ولم يرحم، وتمادى الناس في عالم الضلال، لا يقاومون ما هم فيه من شرور وآثام. تبدلت حياتهم إلى جحيم وعذاب، لا يجدون المنقذ أو المعين. فيا عباد الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يا رب انا عارف ان السرقة حرام، لكن والله العظيم خلاص مش هأسرق بعد كده ابدا، لكن بساط الريح ده لازم اسرقه عشان اروح بغداد. اما الشيخ العجوز اللي هنا فده راجل باين عليه الايمان والطيبة، وانت يا رب قادر على كل شيء، قادر تحقق له كل حاجة،
من غير ما احتاج البساطة. كله ده ممكن. لازم اكون في بغداد، لازم اخلص صاحبي، الوقت بيمر ولازم انجده. انت يا رب كريم عادل، سامحني في السؤال. خير يا ابو صاد. استنى. خير يا ابو صاد. يا ترى ليه مغمضة عينيكي؟ فاتك كتير باقي القليل. وتساءل فالصبر يا قوم، هذه الحال لا تدوم. واذكروا أن الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض موجود، وقوم الظلم بالحكمة والعقل. هذا هو المنقذ المعين. واعلموا أن عين الظالم غافلة وعين الإله ساهرة على عباده المخلصين ولو بعد حين. أيها الشعب، أنا مدين بكل شيء لعبده، وعندما يصبح رجلا سوف يكون وزيري. سوف يلتحق بأكبر معاهد العلم في بغداد، وأجمع له صفوة الحكماء يلقنوه حكمة العالم. سوف يمضي حياته في التحصيل، وفي المستقبل عندما تكتمل معارفه وعلومه وثقافته سوف يكون خير مثال للشباب في بغداد، وعندئذ سيحتل المكان الأول في البدء. ايه عبده، رايح فين؟ انت اخدت اللي انت عاوزه، ودلوقتي انا رايح اشوف اللي انا عاوزه. رايح فين؟ رايح اتفسح في العالم.